رجعت لكم ببارت 3 وبداية رحلة أرسل للجزيرة. يلا بينا نشوف. لما رجع دوك للقصر سأله الفارس بتاعه: انت حقيقة هتتجوز من الأنسة ريال؟ رد عليه: ايوه، انا وعدت بكده، عشان كده لازم تروح ملكية الكنت. ترجاها الخادم انه يفكر في موضوع الزواج مرة تانية. قال له غايل: لو كنت خايف ان تسرب امور البحر فما تخافش. قال له الفارس: بس ده ما ينطبقش في حالة الطلاق، في يوم من الايام اكيد هنكون غرباء. رد عليه الدوق: لو حد فتح بقه بتهور هنخلي البحر يبلعه، وكمان انت فاكر اني هخسر معركة ضد اي حد في مملكتي الخاصة؟ وايه اللي يخليني خايف؟ والشخص اللي عارف سري جالي برجله لحد عندي. وافتكر غايل لما جت أرسل وعرضت عليه الصفقة، وفكر لو انت حقيقي عارفة كل حاجة عني كنت هتعرفي انه ما كانش ينفع تقربي مني كده ابدا. ادوا لأرسل مكتب في قصر الدوق علشان تدير منه شؤون اسرتها، وراح معاها الفارس عشان يساعدها. اتفقوا على الخطة اللي هيطبقوها على الخونة في قصر الكنت. وسألها الفارس: انتي مش خايفة من معرفتي باللي بيحصل داخل ملكية الكنت؟ ردت عليه أرسل: الدوق بيثق فيك، عشان كده انا كمان هثق فيك. خرج الفارس وافتكر نفس كلامه مع الدوق وقال: الاتنين بيدوني شعور مخيف كأسياد. بعد ما خلصت أرسل ركبت هي وغير العربة وراحوا علشان يركبوا السفينة اللي هتوديهم الجزيرة. قعدت أرسل في العربة بتفكر، وغير باصص عليها وبيفتكر لما اتكلموا بعد ما اخوها راح للأكاديمية وقال لها انهم هما كمان هيروحوا الجزيرة. في الوقت ده قدم لها ايده علشان يرافقها، بس هي ما اهتمتش وما مدتش ايدها، وقالت له انها عايزاه يقدم لها فارس. سألها: لو كنت رفضت العقد عشان الشروط ما عجبتنيش كنت هتعملي ايه؟ وسحب ايده اللي كانت ممدودة ليها. ردت عليه أرسل: ما عنديش حاجة اعملها، وكنت هشتغل مع حد تاني. فكر غايل وهو بيفتكر الموقف غريب، استنتاجها انها تشتغل مع حد تاني ما عجبنيش. ورجع يبص لها تاني في العربة وقال لها: مش من الشائع ان يروح شخص من بره الجزيرة للجزيرة. ردت عليه أرسل وقالت له: في منطقة جينت السرية. ضحك وقال لها: انت حقيقي عارفة جينت كويس. وسألها: طب انت عارفة ان البحر قدام الجزيرة عنيف جدا؟ قالت له: لا معرفش. قال لها: الغريب اللي بيجي للجزيرة هيبقى من سكان الجزيرة، او ما بيقدرش يرجع لليابسة مرة تانية ابدا لان البحر بيبلعه. بعد كده ركبت أرسل وغير السفينة اللي هتوديهم الجزيرة. اتفاجئت من منظر البحر وكانت فرحانة جدا بالبحر وبالجو، وفكرت ما كانش عندي وقت اركب سفينة قبل ما اتجسد، هو ده شكل البحر الواسع. وهي بتفكر ومبسوطة جت موجة ضربت السفينة وكانت هتقع، بس مسكها غايل وقال لها: احذري. قال لها: انت جديدة على البحر صح؟ اتحرجت وقالت له: دي المرة الاولى اوصل للحد ده. وبصت في مكان تاني وفكرت مش ده المهم دلوقتي، هو انت ليه فاكك اسرار القميص بتاعك؟ لما لقاها مش بصاله سألها: انت حاسة بمرض؟ قالت له: لا، وهي محرجة وبصة بعيد. وقالت له وفكرت مفيش مكان ابص، راحت قالت له: حاسه ان معدتي ساقت شويه وهتتحسن قريب. قال لها: ماشي، عموما من النادر رجوع قارب. وبعد كده سألها: لو سألتك انت ازاي عرفتي كتير عن جينت هتجاوبيني؟ قالت له وهي بتضحك: لا. وفكرت لو قلتلك مش هتصدقني كده كده، ولو ما قلتلكش هتقتلني برضو، بس مش دلوقتي. قال لها: يبقى تمسكي بالمعلومات اللي عندك كويس، لاني هدور انت عرفتي منين بنفسي. وراح قرب منها وقال لها: مفيش سر بيفضل سر للأبد. اتفاجئت أرسل لأنه قرب منها وعينيها وقت على صدره، وراحت بعدت عينها على طول وارتبكت وقالت له محرجة: اعتقد كده. وفكرت في الجزيرة اللي بيتعامل مع المعلومات في نهاية هيعاملني كسكينة، وحتى لو جمعوا معلومات عني أكيد مش هيعرفوا إني متجسدة، وبإن الأمر محرج خلينا نغير الموضوع. وراحت قالت له: أعرف إن القراصنة مش بيحبوا النساء على السفن بتاعتهم. لما سمعهم البحارة كلهم اتصدموا واتجمدوا مكانهم. بصلهم غايل وبصلوا البحارة وفكروا ما تبصلناش كده. وراحت نهت غايل وقال لها: دي مجرد أسطورة ودلوقتي محدش مصدقها. والدتي قطعت حوالي 20 راس من المؤمنين بالخرافات دي وقدمتهم للبحر. وراح ابتسم لها وقال لها: ما تقلقيش، اللي بيتكلموا بالهراء هنديهم للبحر. فكرت ما تقولش حاجات مخيفة بالوش المبتسم ده. وفجأة اهتزت المركب جدا. مسكها غير وقال لها: في الحالة دي الترابزين بيكون اكتر خطورة. وبص على ايدها وهي ماسكاه وقال لها: هو المفروض اقول ان الامر مريح انك مش بترفضي لمستي الحقيرة؟ اندهشت وقالت له: ايه؟ وقبل ما تكمل لقت عاصفة كبيرة والموج هايج وظهر وحش. صدمت أرسل وخافت ومسكت فيه، بس جري بحار بسرعة وقتل الوحش في ساعتها. حست أرسل هو ايه اللي حصل، وهي بتستوعب بعد عنها غايل وشكرته انه ساعدها
وقال لها حسيتي بالدهشة بعد لمسك للذراع الحقيرة دي؟ فكرت ده قال كده من شوية، وردت عليه ازاي الدوج بيقول كده على نفسه؟ قال لها هو انت مش شايفاني شبه الجزار؟ انا مش بحس باي ندى لما بشوف الدم. فكرت ارسل انا كنت هموت، انا بعد كده هسيب اماني وحياة الناس معرفهمش. وكمل غايل الناس بتحتقر القراصنة وانت قرارك تكوني مع القراصنة دول؟ قالت له اه. سكت غايل وبعد كده نادى على البحارة علشان تقدم نفسها ليهم، وقالت لهم ارسل انا ارسل دي ريال، قريبا هكون اسمي ارسل دي جينيت. اتفاجئ البحارة وبالذات نائب القبطان، اتفاجئ وقال لها ايه بس دي شخص دخيل، انت بتفكر في دفنها بعد كده؟ فكرت ارسل دفني، وراحت قالت له بحدة حتى لو ده حصل في البحر، لو اختفت الرئيس الجاية لعائلة الكونت ريال، تعتقد الناس مش هتشك ان الدوك هو الشخص اللي دفن عروسته في البحر؟ اترعب البحار واعتذر وقال انا اسف انا استحق الموت. ورد الدوك عروسي حالت الموضوع بدالي، لو نائب القبطان عايز يدوق طعم المية ينزل هو. اعتذر نائب القبطان وعرف نفسه وقال غايل انتوا عارفين ان محدش يعرف عن جينيت غير اهلها، وهي بقت جينيت. استنوني في بارت 4 وهتوصل ارسل للجزيرة وتبدأ ارسل تشوف الجانب المظلم لعائلة جينيت وتحاول تتعايش معاه. مش هتأخر عليكم، باي.